ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة انا هبتدي رحلتي في ان انا اعمل عروسة بنفسي من الصفر. ايوه، هعمل عروسة بنفسي من الصفر. اول حاجة جبتها هي جيبة قديمة، حرفيا حرفيا قديمة. بس يعني حتى لو تلاحظوا في هنا بقع وكده. المهم يعني انا اللي انا عملته هو ان انا قلبتها كده بحيث ان العروسة تبقى طويلة كده، والجزء ده هعمله الوجه بحيث تبقى راسها كبيرة. وطبعا ما تخلصوش كل القماش عشان لسه هنعمل الانف والعيون. طيب دلوقتي انا اخدت المقاسات. هي طبعا الجيبة كبيرة طبعا، او القماشة يعني. آم، بتختلف من كل حاجة لحاجة، بس زي ما انتوا شايفين انا حاسبة الاقطار. هو يعني انا بسميها قطر لان انا مرتاحة اكتر في الاسم ده. المهم يعني زي ما انتوا شايفين دي مسطرة، هي مسطرة طفولية شوية بس انا بحب كده. زي ما انتوا شايفين عملت نص دايرة بالقلم الفلوماستر. هو قلم مش فلوماستر، هو قلم سبورة، بس ممكن تستخدموا قلم فلوماستر. المهم اي حاجة تكون واضحة على القماش. وقلبتها على وشها، يعني ده الوش اللي هو الغلط، عشان لما اجي اقلبها يبقى هو ده الوش الحسن. ونتأكد ان هو ما بيطبعش ورا، وحتى لو طبع ورا يبقى ده ايه الخلف. المهم يعني زي ما انتوا شايفين رسمتها اهي. ودي الارجل. ده خط ملغي، ده كده علشان يبقوا متساوي. وبعدين خد المقاسات بالمسطرة، ده حوالي 5 سنتي. حاول اخلي الذراع التاني 5 سنتي برضو، وحاولوا تقلدوا البارتيون ده. اوكي، بعد ما خليناهم مربع كده زي ما انتوا شايفين، حاولت اسوي الاقطار، هي بس دي اللي يعني حاول اسويها اكتر. المهم يعني لان انا ماسكه التليفون ومشغله الكاميرا. طيب دلوقتي هنجيب اي حاجه مدوره ونحاول نعمل نص دايره. دي اكبر حاجه مدوره لقيتها، بس انتوا ممكن تستخدموا اي حاجه مدوره تانية. دلوقتي انا علمت اهو الدايره من النص بحيث ان انا احطها على النص بالظبط، واعمل زي الايد التانية بالظبط. تظبيط الشغل اهم حاجه قبل ما نبدا البرتيون. ما انتوا شايفين كده حطيت المسطره لازم يكونوا سوا واحد. ما انتوا شايفين خلصت الشغل وظبطت الحاجات وحددت الحاجات اللي انا عايزاها والحاجات لا. ودي انا هعملها بشوزة، يعني دي مش اخر رجليها يعني. ماشي. دلوقتي انا عملت اهو الباتريون وثبت كل حاجة واتأكدت ان كل حاجة تحت كل حاجة مظبوطة. دلوقتي انا هعمل ايه؟ اللي انا هعمله هو ان انا هجيب دبابيس واثبت الحاجة. يا جماعة معلومة مهمة لازم اقولها لكم، وهو ان انتوا تبعدوا سنتي وتعملوا خط اضافي. ليه احنا المفروض نعمل خط اضافي؟ احنا المفروض نعمل خط اضافي لان احنا لما نيجي هنخيط ونيجي نقلبها هتضيق. فده الحجم اللي انا عايزاه، ده الحجم اللي انا هخيط عليه. زي ما انتوا شايفين اهو على المسطرة بمثابة سنتيمتر واحد. ماشي. وانا حاطه الاحجار دي علشان تثبت. الاحجار دي جايباها من الشارع ببلاش، زلط وطوب ببلاش. زي ما انتوا شايفين حاولت ان انا اثبتها على قد ما اقدر بدبابيس المشبك. ليه ما استعملتش دبابيس عاديه؟ اول حاجه عشان ما تعورنيش، تاني حاجه عشان اتاكد ان القماش شابك في بعضه. وتاكدوا ان انتوا تختاروا قماش ما يكونش من اللي هو لما تحط فيه دبوس يعمل فراغات. انا عارفه ان ده ارخص بس ده مش هيبقى شكله حلو في الاخر. اوكي يا جماعه زي ما انتوا شايفين جبت ابره وخيط. ده ابره وخيط اسمه تنجيد، لان هو طويل جدا. في اطول من كده في اطول من كده، بس يعني ده طوله حلو بالنسبه لي. زي ما انتم شايفين، واستخدمت دي علشان عريضه وبتنجز معايا. الرفيعه ممكن تتقطع، فدي عريضه دي احسن. زي ما انتم شايفين. وعملت ال1 سنتي زياده اللي انا رسمته خيطت عليه بحيث ان انا لما اجي اقلبه زي ما قلت لكم يبقى الحجم اللي انا عايزاه، لان ده الحجم اللي انا عايزاه. الخطوط الاضافيه دي اللي هخيط عليها. ماشي. وزي ما انتم شايفين قصيت الحته اللي انا مش محتاجاها وثبتها زي ما انتم شايفين، وهخيط على ده. واتاكد طبعا ان الظهر يعني نفس متثبت بالدبابيس وكده نفس الحاجه يعني. ودي اسمها خياطه طبيعيه.
اعمل كده اعمل كده اعمل كده، وبعدين ارجع كده املى الفراغات بالخياطة. برضو انتوا عارفينها، الخياطة تقليدية جدا جدا منتشرة في كل انحاء العالم، وان شاء الله ربنا يكمل المشروع على خير. ملحوظة تانية عايزة اقولها لكم يا جماعة، هو ان احنا لما نيجي نستخدم قلم ما يكونش قلم قوي جدا، لا يكون قلم واضح. عشان كده انا استخدمت القلم الاسود زي ما انتوا شايفين. لما قلبتها علشان اتاكد ان خياطتي صحيحة ما كانش بيطبع، زي ما انتوا شايفين مش بيطبعوا، مش طابع، فده مهم جدا. طبعا نسيت خالص ان انا اصور لكم الموضوع. بصوا يا جماعه، بعد ما خيطتها وعملت الخيط التاكيديه، سبت حته الرقبه مفتوحه وقلبتها اهو زي ما انتم شايفين. انتوا عارفينها يعني، اقلبها واطلع الحاجه منها كأن احنا بنقلب بنطلون او بنقلب جاكيت اي حاجه. المهم يعني انتوا فاهمين قصدي. بصوا يا جماعه، ده شكلها لما قلبتها وخرجت منها الحاجه. زي ما انتوا شايفين اهو، عمل جسم ورجلين وايدين. ناقص بس ان انا احشي. ممكن تحشوه فايبر او قطن او قماش. اوكي يا جماعة، حشيت الجسم قطن فايبر. هنا حاشياه مكفش الفايبر، ف قمت حاطة هنا كيس عادية. وهنا عملت الراس، لسه ما خلصتش الراس زي ما انتوا شايفين اهو. جبت القماشة ورسمت دايرة بالطاسة اهي بالقلم اهو، وبعدين خيطتها خياطة تقليدية من غير تأكيد، وشدت من هنا وشدت من هنا. انتوا يعني عارفين الخياطة دي بتتعمل ازاي، خياطة الدايرة. وبعدين حشيتها فعمل لي شكل الوش اهو، وحاولت اخليه مثلث من تحت كده بحيث يبقى شكل الوش. وده الجسم. انا عاملة كتف عريض لان بحاول احكي شكله شكل بنت حقيقية يعني. وغير كده كمان هعمل لها فستان بكتافات، فيعني المهم يعني انا ليا فكرة في دماغي. المهم ده الوش، وده اللي انا عملته لحد دلوقتي يا جماعة. زي ما انتم شايفين انا دلوقتي حشيتهم اسمه ده فايبر. لو ما عندكمش فايبر ممكن تحشوا كيس ببلاش. انتوا لو جيتوا كل يوم تاخدوا من السوبر ماركت شوكولاتة، الراجل هيديك الشوكولاتة في كيس، فيعني الكيس دي تعتبر حاجة ببلاش. ملكة التوفير لسه معاكم. دي الراس وده الجسم اهو مظبوط اهو الحمد لله اهو. بس حشيته زي ما انتوا شايفين اهو. نجيب مسدس شمع ونلزق هنا ونلفه حوالين علبة مناديل قديمة. ليه بقى؟ عشان نعمل بيها الرقبة، عشان تبقى واقعية اكتر، لان مفيش عروسة من غير رقبة. زي ما انتوا شايفين بعد ما لفيت بكرة المناديل زي ما انتوا شايفين لزقتها على الراس، بقت هي دي الراس كده ماشي. لزقتها اهي، واضح جدا انها ملزوقة. طيب دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ انا لزقتها بمسدس شمع، دي ما بتتخيطش، دي بتلزق بمسدس شمع. وحتى لو عايزة تخيطيها الخياطة هتوفر فلوس بس مش هتوفر وقت، اهم حاجة الوقت. بعدين هي زي ما انتوا شايفين انا عملت اكتر من طبقة، فعشان تبقى سميكة شوية فنقوم لازقينها بمسدس شمع برضه، بس ورا هنا تتلزق كده بحيث تبقى دي الرأس. وهي عروسة كبيرة جدا على فكرة. بصوا يا جماعة، بسم الله، بقت كبيرة قوي 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 ازاي. عارفين هي طويلة جدا، عارفين هي طويلة جدا. طيب اكيد يعني العروسة مش هتبقى مجرد هيكل. بصوا يا جماعة، زي ما انتوا عارفين ملكة التوفير هتعمل اكبر حاجات واحلى حاجات بارخص الاشعار. بصوا يا جماعة، دي انا جبتها من عند بتاع الصوف وبتاع الكروشيه والتركي والحاجات دي. ده اسمه شعر. الشعر ده رخيص جدا ب10 جنيه. طيب في ناس ممكن يقولولي نجيب ستان ونفكه زي ما بنشوف ونعمل بيه شعر زي ده. هقول لكم ده ب15 جنيه وب10 جنيه، وكمان مش حلو سميك زي ده. ده انا جبتها شعر اسود علشان تبقى شبهي على قد ما اقدر يعني. زي ما انتوا شايفين الوان البشرة متقاربة جدا. هي اغمق شوية، بس انا عايزاها تحاكي منظر اي بنت عربية او اي بنت جميلة. جبت ده وهلزقه بشعرها في مسدس الشمع. موضوع سهل يعني. شوفوا سبحان الله، لسه ما خلصتوش، لسه هعمل كل الحته دي بلزقهم بمسدس شمع زي ما انتوا شايفين اهو، من بره ومن جوه عشان ما يقعش. وزي ما انتوا شايفين اهو تقيل وحلو قوي وشعر
شوفوا الشعر عامل ازاي، تحفة قوي بجد، حاجة تحفة جدا ما شاء الله. اما زي ما انتم شايفين لسه هخلص الشعر، هو مش واضح لان هو فيه الوان ورا، بس يعني حاولت على قد ما اقدر. وزي ما انتم شايفين هنا بحاول اخيط الفستان جبت الوش الصحيح وقلبته بحيث ان هو يبقى متني كده. بعدين بعد ما طبقته هخيط الحتة اللي فوق وكشكشها في بعضها بحيث يبقى عامل الشكل اللي انتوا شايفينه ده. لسه هخلصه. وزي ما انتوا شايفين اهو تقريبا خلصت الشعر، حطيت فيها لون بامبي وحطيت فيها لون اسود، بامبي فاتح قوي. المهم يا جماعة دلوقتي هنخش على الملامح ونختار الفستان في الاخر. انا عن نفسي هعمل كده. طيب انا عملت ايه؟ انا زي ما انتوا شايفين اهو جبت و... جبت ورقة ورسمت عليها عين وقصيت منها 2. لو سمحت يا اخويا انا بصور بعدين انت عملت ايه في لعبي؟ زي ما انتوا شايفين اهو انتوا شايفين بتحطي عايز مكاننا وعاوزيننا نقول. زي ما شايفين انا عملت العين، رسمت العين وقصيتها وعملتها 2 قد بعض. بعد ما عملت العين قد بعض هرسم عليهم. حاول ان انا استخدم المسطرة بتاعت شكل فين علشان ارسم دوائر متساوية ولونها باي شكل احنا عايزينه. اصدقائي زي ما انتوا شايفين جبت الصلصال وعملته، عملت العينتين زي ما انتوا شايفين. حاولت على قد ما اقدر يكونوا قد بعض، حاولت على قد ما اقدر زي ما انتوا شايفين اهو بالصلصال. بصوا يا جماعه زي ما انتوا شايفين عملت العيون اهي، حطيت فيها رينج ستون وحطيت فيها رموش، بقت العين شكلها كده. وهنا انا عملت الشفايف وقصتها. ديت اخر التطورات، دي بلوزة قديمة عندي لما كان عندي 4 سنين، لبستها لها بمنتهى البساطة وعملت لها حزام بحيث ان هو ضايقهولها، وحطيت لها عينين واذنين وانف. هي يعني واضح انا وريت لكم العينين بالصلصال وبالرينج ستون والرموش الاصطناعيه زي ما انتم شايفين. لسه زي ما انتم شايفين بحاول ان انا اعمل بالصلصال الحواجب والفم يعني، وربنا يتممها على خير. زي ما انتم شايفين الشكل رائع الى حد دلوقتي يعني. شوفوا هي بس كده يعني وشكلها تحفه اهو. عملت ملامحها وعملت حطيت في ودانها خرز وحطيت لها رموش وشكلها بقى حلو قوي اهو. يعني انا حاولت يكون شكلها اقرب للواقع على قد ما اقدر بحيث ان انا عملت لها ده. بنات نسيت اقول لكم حاجه مهمه وانتوا بتعملوا العروسه. زي ما انتوا شايفين ملامحها جميله وحلوه قوي. انا حاولت على قد ما اقدر اعمل ملامح حقيقيه، اعمل حساب القوره وحساب الدقن، يعني ملزقش دقنها هنا بقها في دقنها، لا في مسافه كده. وبعدين انا بحاول اعملها بتحكي الواقع على قد ما اقدر. ماشي بصوا يا جماعه احط القلم هنا، بصوا قسمتها 2 ازاي، مناخير قد البق يعني. شوفوا اللي هي الفتحه بتاعه البق في نص الانف، والانف في نص الحاجب والعين. وبصوا العين حاطه ازاي كده يعني، بصوا كلا العينتين. هو موضوع صعب بس الاهم من الشغل هو تظبيط الشغل. ماشي يعني شوفوا القلم، هو القلم زي المسطره لان القلم مستقيم. بصوا ده اهم حاجه في الشغل يعني زي ما انتوا عارفين. وده اللي انا كنت محتاجه اقوله لكم. ويعني انتوا طبعا مش لازم تعملوا نفس اللي انا عملته. انا يعني عيني سودا ولون شعري اسود، انا بس ضفت بامبي علشان يعني دي عروسة مش لازم تبقى حقيقية 100%، بس تحكي الواقع فاهمين. ولون بشرتي يعني هو لون بشرتي افتح منها شوية، بس يعني ده اللون اللي انا لقيته يعني كان متوفر. وانا اصلا اول ما شفت اللون ده قلت خلاص لازم اعمل منه عروسة. المهم يعني وعملت لها حلق وعملت لها الشعر عشان يخبي خط الحلق اسمه ايه ده الودان. والودان دي نسيت اقولها، هو ان انا رسمت شكل الاذن و لزقتها مسدس الشمع. انا بصوا يا جماعه انا نسيت اقول لكم الموضوع ده فهحاول اشرحه بسرعه. بصوا يا جماعه
جبت شكل الودان قصيته على ورقة، وبعدين رسمته هنا مرتين، رسمته هنا وهنا، وبعدين لزقتها في ورقة، وقبل ما اقفل دخلت هنا قطن فايبر او فايبر على طول، او يعني لو عندكم حتة قماش يعني بواقي القماش اهو ممكن تحطوا فيها، بس ما انصحش بيه، انا انصح يعني القطن. وبعدين قفلته من تحت، وكذلك في الاذن التانية. بس قبل ما اقصها ما قصتهاش بالظبط، زي ما انتوا تلاحظوا في حتة هنا ورا. ايه بقى الحتة اللي ورا دي حتة طالعة من الاذن، حتة طالعة من الاذن، معلش في شعر، انا يعني بحاول اخلي الشعر كثيف. إيه طلعت حتة ما يعني ايه ولزقتها من ورا، فاهمين؟ وسبت الحتة اللي قدام كده. حتى في الأذن التانية الموضوع واضح أكتر إن شاء الله بإذن الله. أهي واضح أهو الموضوع. وده أسفة إن أنا ما صورتوش، أصل يعني كان المفروض إن أنا أخلصه في 3 أيام بالظبط. الموضوع ده خد مني 3 أيام، لأن أنا إنسانة يعني باكل وبشرب وبنام وبعمل حمام وبغير وبتفسح وبشتغل وبذاكر، كل الحاجات دي يعني. وده تاج أنا عملته لها من الورق، قصيته وصبغته وخلاص. هو يعني شكله اوفر شوية، بس يعني حبيت يكون عندها تاج عشان يكون يعني شكلها احلى بيه ويزينها اكتر. وطبعا الحلق ده خرزتين شكل بعض بالظبط، هما الاتنين شكل بعض ونفس الحجم وكل حاجة من عند اي حد بيبيع خرز. دي خطوة مش اجبارية، مش اجبارية خالص. ممكن تستبدلوا الصلصال بالوان، بس انا منصحش بالالوان، لان يعني الالوان ممكن يكون في نقطة بيضة مفوتاها، ما بتعرفيش تلوني. مثلا وانتي بتلوني كده يطلع خط بره في الابيض، هنا تبتدي المشروع من اول تاني. فالصلصال احسن. ده صلصال اسمه موديلنج لاي، وده برضو عاملاه بالصلصال اسمه برضو موديلنج لاي. ممكن تستخدمي صلصال حراري، ممكن تستخدمي صلصال عادي، بس الصلصال الحراري ما بينشفش. هو الصلصال اللي انا استخدمته اللي هو نوع الصلصال ده صلصال بينشف. واستنوا اجيب لكم العلبه بتاعته، انا مش لاقياها باين. لا لقيتها اهي، بصوا ده العلبه بتاعته السوبر لايت جلي. هو مش غالي خالص، هو غالي بس يعني في حوالي 12 لون كل الالوان، حتى ان في اكتر من درجه بامبي، في 3 درجات بامبي فاتح ووردي وكده. سعره 30 جنيه، ممكن في منطقتكم 25، ممكن في منطقتكم 40 يعني. بعدين يا جماعه لبستها شراب وخرمته من تحت وحطيت فيه قطنه بحيث ان هو يعمل شكل الشوزه كده، وهو طويل يعني. وده شكلها النهائي، وده الشكل النهائي. بصوا العروسه كبيره ازاي، حجمها كبير قوي ازاي، تقريبا نص طولي حرفيا يعني. بصوا حجمها كبير ازاي يعني. عروسه ما كلفتنيش 50 جنيه على بعض، حرفيا ما كلفتنيش 50 جنيه، وكبيره كده وحلوه وفيها كل حاجه. شعر طويل وعينين بتلمع ولبس حلو، فيها كل حاجه، حاجه غريبه يعني. وشكرا لكم على المشاهده.